الحمد لله قبضنا مرتب الشهر الجديد. العقل بيقول بقى ان انا احوش اللي متبقي من مرتب الشهر اللي فات، صح كده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فيش عشرايه عشرينايه يا ده شيلينات. زمان يا ابو الغوالي لما كنت لسه نونة صغيرة كنت بتقعد تتفرج على افلام الكرتون. سهرة الخميس بقى صباحتها اجازة مفيش مدرسة، كانت بتبقى حفلة. ولغاية وقتنا هذا سواء افلام كرتون او حتى افلام عادية وبالتحديد البريطاني والامريكي تلاقي دايما حصالات الاطفال الصغيرة اللي بيحوشوا فيها الفلوس دايما معمولة على شكل خنزير لونه بامبا بينك يعني. وهنا السؤال، ليه دايما حصالات الاطفال الصغيرة بتبقى معمولة على شكل خنزير لونه بامبا؟ الموضوع ده بيتقسم لشقين. الشق الاولاني وهي عادات متوارثه من الاجيال السابقه، والحاجه الثانيه هي تشابه لغوي. قال لا يعني ايه؟ الاوروبيين في العصور الوسطى كانوا بيشيلوا بيحوشوا فلوسهم في اواني فخاريه مقفوله. طب واشمعنى بقى اواني فخاريه وليه مقفوله؟ خلي بالك مركز معايا كان هقول لك يا مفتح. في الوقت ده كانوا بيستخدموا الاواني الفخاريه ساعتها بسبب ارتفاع اسعار المعادن، ده غير ان الاواني الفخاريه كانت ارخص حاجه موجوده في الوقت ده. لا منطق برضه. كانوا بيحوشوا الفلوس جوه الاواني الفخاريه المقفوله دي، وقت ما يتزنقوا ويتحطوا في دي او يحتاجوا القرشين اللي شالوهم للزمن كاسرين الاناء الفخاري ده ومطلعين منه الفلوس. وطبعا بيكسروه عادي لانه كده كان سعره رخيص ساعتها، فممكن يشتري واحد مكانه بمنتهى السهوله. طب ثواني كده معلش يابا، شد لي فرامل اليد واركن لي على جنب شويه. ايه علاقه بقى التحويش بالفخار بالموضوع الاساسي اللي هو اصلا انت جاي تتكلم عنه، اللي هو الحصالات كانت بتعمل على شكل خنزير؟ انت جاي تتوهنا ولا ايه يا عم؟ مش بقول لك مركز معايا انا؟ ما هو لو كان صبر القاتل على المقتول ايه ما كانش قتله. الوعاء الفخاري اللي هم كانوا بيحوشوا فيه فلوسهم ده اطلقوا على اسم BYGG، وفضل الوضع كما هو عليه لغايه بدايه القرن ال19. وهنا كانت نقطه التحول، لغايه ما جه واحد من عمال الفخار الانجليز طول عمرهم فالحين وطرقعت في دماغه فكره صايعه جدا عشان يعمل ماركتينج للمنتجات بتاعته وخاصه عند الاطفال. طب وايه بقى الفكره الصايعه اللي جات له دي؟ كلمة بيج اللي هي BYGG اللي احنا قلنا عليها في الأول، اللي هم أطلقوها على اسم الإناء الفخاري المقفول اللي بيحوشوا فيه الفلوس ده. نكش في القاموس كده ولقى إن كلمة بيج خنزير متشابهة جدا في النطق وتقريبا في الكتابة مع كلمة بيج اللي هي اسم الإناء. ومش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. ده مش بس تشابه في الكلمه سواء في النطق او حتى الكتابه، لا ده تشابه اشكال كمان. الراجل لما بص كده لقى شكل الاناء اللي هو المقفول اللي الناس كانت بتحوش فيه المونيز بتاعتها مدور كده ومقلوظ في شبه من الخنزير. ما هو الخنزير برضه حاجه متكوكه كده في الارض ومقلوظه شبه كره البولينج. وهنا بقى جات له فكره انه يعمل حصاله على شكل خنزير صغير. وحياة امك. ولما الراجل طبق فكرته ونزلها الاسواق قابلت قبول كبير جدا مش بس من الاطفال، لا ده من الكبار كمان. الموضوع على مر العصور ابتدى ينتشر ويتوسع اكتر واكتر، واللي قوى ودعم الفكره دي ان الخنزير يعتبر رمز من رموز الرخاء بالنسبه للغرب، ولحد وقتنا هذا مستمرين في استخدام التصميم ده، حصاله الخنزير البامبا. وبمناسبة بقى الافكار يا ابو الغوالي، لو حد عنده فكرة لحلقة او فيديو يكتبها لي تحت في الكومنتات وهعمل الحلقة الجاية باسمه وهحط اسمه في اول الفيديو. حصياتك يعني ما تخافش. وبس كده.